close till I get up. Time is barely on our side. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض حمص الشام بكل تريكاته وحركاته. بس قبل ما اعمله عايزة يعني اقول شكر خاص لقناة عمار وماهر والعم جميل. اشكرهم شكر خاص، تحياتي لكم كتير جدا. انا اصلا بتفرج على القناة دي بصفة شخصية كأمل، مش طنط أمولة، لأن أنا بحب عمار وماهر قوي. وفجأة وأنا داخلة أكتب تعليق لقيتهم بيدعموني وبيقولوا وبيرحبوا بيا وبيقولوا الناس كلها تشترك لي، فده شيء أسعدني جدا والله، ويمكن أبكيت من الفرحة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فكان لازم أقول إن هم برضه ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا، إن هم كانوا بيقولوا الدعم ليا يعني في قناتهم. فأنا شاكرة لكم جدا جدا جدا، وربنا يوفقكم يا رب ويوفق الجميع. تعالوا بقى معايا يا حبايبي نشوف المقادير والطريقة بتاعة الحاجات الجميلة دي. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنعمل حمص الشام. يبقى معانا حمص، طبعا بتجيبي الحمص البلدي اللي تكون حجمه صغير. بتجيبيه بقى لو انت عايزه تعمليه الصبح بتجيبيه من بالليل وتنقعيه في ميه 12 ساعه على الاقل عشان تديكي نتيجه كويسه. طب لو انا مستعجله عليها طنط اموله، هقول لك خلاص ماشي، هاتيه بس نقعيه في ميه سخنه من الكاتل كده وحطيه عليها 3 4 ساعات، وتغسليه كويس بعد ما يتنقع وتدلقي ميته وتحطي ميه نظيفه زي ما انا عامله كده، دي ميه نظيفه من الحنفيه بعد ما نقعته. تمام. النقع بيفرق كتير في السوا. انا نقعاه 4 ساعات في ميه سخنه، شطفته كويس ودلقت الميه وحطيت ميه نظيفه من الحنفيه. معايا ايه تاني؟ معايا بقى البهارات والحركات والتريكات اللي هتدي الطعم والنكهه الجميله جدا لحمص الشام ولا حمص العربيات. معانا ايه؟ معايا ملح وبصل بودر وتوم بودر وكمون وبابريكا، كل حاجه معلقه صغيره، والملح طبعا حسب رغبتك. ومعايا معلقه توم كبيره او 5 فصوص توم مهروسين، ما تحطيش حاجه صحيحه. معايا طماطمتين كبار كده حلوين وبرده ضربهم في الخلاط ومصفياهم، ما تحطهمش بقشرهم. ومعايا طبعا بقى اصول بقى الحبشتكنات والدقه والكلام ده، البهارات والشطه بتاعتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الحمص بتاعي كده وهحطه على النار بالشكل ده بميه نظيفه من الحنفيه. بعد ما دلقت الميه اللي انا ناقعه فيها يا بنات، لازم تدلقوها وتشطفوه وتحطوا ميه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هحط ايه في الميه دي؟ مش هحط حاجه غير الثوم والقوطه فقط، القوطه اللي انا مصفياها في الخلاط، طماطمتين كبار حلوين كده ومعلقه الثوم بس. طب وبقيت يا طنط بقى ايه البهارات الجميله دي؟ هحطها لما حمص الشام ده يستوي. انا هسيبه كده يغلي غلوه واوطي عليه ويستوي كده على الهداوه خالص، واجي اوريكي هنعمل ايه. ورجعنا يا حبايبي وسبته على النار زي ما انتم شايفين كده، استوى كده وبقى تمام التمام. خلاص حبايه استوت معاكي خالص اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا ما حطيتش اي اضافه بهارات خالص. هحط بقى التوابل بتاعتي اللي انا قلتها، الملح والبابريكا والثوم باودر والبصل باودر وايه والكمون، كل حاجه معلقه صغيره. وهقلب كده، طبعا الملح حسب الرغبه. هقلب بالطريقه دي وهسيبهم برده بقى كده، هغطي واسيبهم 5 دقايق يشربوا من طعم التتبيله اللي انا حطيتها. 5 دقايق بالظبط، ما هي هم مستويين يعني، يتبلوا وياخدوا نفس طعم التتبيله وارجع اوريك النتيجه. سبتها يا بنات كده يا حبايبي 5 دقايق على النار اهو بالتتبيله والحاجات اللي انا حطيتها، الثوم البودر والبصل البودر، مش هقول لكم قد ايه تحفه تحفه، حاجه كده وهم يعني. ونمسك كده يلا بينا ونحطه بالشكل ده. شايفين شكله بقى لونه احمر ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفرغ بقى مع بعض كده حاجه كده، انا نفسي حاجه كده من الاخر، حاجه جميله جدا. بصوا اللون، شايفين البابريكا اللي انا حطيتها برضو، الله بقى على الشتا بقى وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونه؟ تاكلوا بقى وتدعوا لي كده طنط اموله بالتريكات دي. ممكن تحطوا مكعب ماجي معاه بس انا ما فضلتش، بس هي بتدي طعم برضو بصراحه، بس انا ما حبيتش الموضوع ده. نحط بقى الليمونه بتاعتنا كده. سلام والله، يعني خسارتنا في المطبخ ده والله، خسارتنا في الوقفه دي. شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي والله، وريحته خطيره. ريحه البصل البودر والثوم البودر طالعه جميله قوي، الثوم بقى الني اللي احنا حاطينه كمان. شايفين ما شاء الله، حاجه كده تحفه. الليمونه بتاعتنا
وبعدين انا كده ما خلصتش، نعمل بقى الدقه بقى والشطه والحاجات الجميله بقى اللي هتطعم الحمص بتاعي. نحط بقى شطه كده وكمون كده، وبعدين هناخد من نفس ميه تعالي كده نشوف هنا معايا ميه الحمص بتاعي كده، وهحط هنا. دي بتدي طعم خطير جدا جدا، وده اللي بينزله لكم بقى في افخم المطاعم وفي افخم الكافيهات، وانت مش عارفه هو حاطط ايه في التتبيله وفي الحاجه دي. نفس ميه الحمص، شايفين؟ تقدمي بقى بالمنظر ده كده اهو. وطبعا تحطي بقى الشطه وتحطي الكمون بتاعك حسب رغبتك. ويا ريت بقى لو الطريقه عجبتك بتاعتي ان شاء الله تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.